السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ دايما يا رب اسمع عنكم خير، واتمنى ان انتوا تكتبوا لي يعني وتعرفوني ان انتوا كده مشجعين يعني. تعالوا بقى مع النهارده هعمل لكم اكله حلوه قوي، وممكن تنفع في العزايم، ممكن تنفع من بواقي اكل، ما عندنا بواقي اكل وعايزين نعملها. الاكله ديت لذيذه قوي. احنا هنعمل بانيه. البانيه ده فيه بصل وقوطه وزبادي وخل، معلقة خل، معلقة ليمون، بيضة، كله حطيناه على بعضه اهو. والتوابل بقى يا جماعة اللي في بيتنا بنحطها، يعني التوابل دي ما بنتحكمش فيها. كل اللي عايز بيحب نوع من التوابل بيحط، يعني مش شرط ان انا اعمل احب التوابل انت كذلك تحبي يعني. احنا قلبناه ده كله في بعضه على البيضة، على نص كيلو بانيه مثلا، ده نص كيلو بانيه مثلا عليه بيضة عشان ما نحطش بيض تاني، وهنقلبه ببعضه ونتبله وهنركنه شوية وهنسيبه ايه يتبل. بقية الأكلة بقى هعمل لكم ايه. ده بصل وعليه ده بصل وعليه مادة دهنية، زبدة وزيت. وده فراخ بانيه برضو متقطعة، ممكن تتقطعها من صدر فرخة عادي. وديت بسلة على جزرية كانت في الفريزر. وهنجمع الحاجات دي معاكم وهقول لكم احنا هنعمل ايه ان شاء الله كده. كده يا جماعه شايفين البصله بقى، انتوا المفروض حفظتوا بقى شغل البصل بتاع اهو. وديت القرن الفلفل المحتاج. وهنيجي بقى ايه، هنحط يعني احنا هنعصج هنعمل الفراخ زي ما بنعصج اللحمه والكبده والحاجات دي اهو كده. وهنحط برضو التوابل اللي احنا عايزينها ايه. خليها تخلط كده ايه اول مسعه كده، وهنديها التوابل اللي احنا عايزينها كده. التوابل دي اللي انتوا عارفينها، هقعد اقول لكم بقى كل مره، يعني المفروض تحفظوا بقى. اه هنقول لكم برضه هنعمل ايه تاني، خليها كلها مفاجآت كده، والاخر اقول لكم على اسم الحاجه. كده بقى الفراخ اهي تحتوى استوت، شايفين اللي هي بقى خلاص كده بقى جميله كده. هنحط بقى ايه عليها، شويه جزر وبسله، ده كان في الفريزر يعني واخده سوا كويس، وشويه سوا كده ايه نص سوا، ونقلبها مع بعض. وممكن بقى عشان نطلع الحاجات الحلوه بقى اللي بتتعوصت دي، هنحط معلقتين ميه كده اهو، ونوطي النار شويه، تقوم الحاجات اللي هي ايه المرة الجميله دي تطلع فيه. وخلصت ديت على كده. كده يا جماعه حطينا واحدة مرقة دجاج على البشاميل، وده البشاميل اللي عملته معاكم من اوله لاخره قبل كده للمكرونه. لبن، المادة الدهنية والدقيق قلبناه شوية، وحطينا اللبن والشوربة وواحدة مرقة دجاج، وظبطنا طبعا حياقه على شوية التوابل بتوعنا. وكده ايه البشاميل خلص. وكمان كده يا جماعة سخنا صينية بندعة زيت ورحنا حاطين عليها بشاميل. وكده بقى المفاجأة اهو، رز بالبشاميل. الرز ده انت ممكن تكون عندك رز بايت وحتتين فراخ بايتين، وتروحي عاملة جمعاهم وعاملة أكلة طازة كاملة من مجاميعه وجميلة. بس احنا بقى عاملين كله صابع عشان اعمل لكم الأكل، مش عاملينها بايت. فهو دي بقى هيعمل ايه كده بقى الطريقة دي. وهنحط عليه الخلطة، ممكن تعملها بكبدة، ممكن تعملها بفراخ، ممكن تعمليها بلحمة مفرومة، كل الانواع اللي انت عايزة تعمليها بيها. وكده ايه هنحط الخلطة بتاعتنا الجميلة العسل دي، تخيلوا الجمال بقى. وهي ايه محطوطة بقى في الوسط كده. وهنحط طبقة الرز التانية، وهنحط البشاميل
وتبقى المفروض عرفتوا كده ايه بقية الخطوات. كده يا جماعة طبعا احنا تبلنا البانيه مع بعض، وديت نص معلقة بيكنج باودر، ودولي معلقتين دقيق. احنا طبعا متبلين البانيه تتبيله كويسه، ودي من تكات نوجة كده اهو. وهنحط فيها بقى البانيه وهنحط البانيه كده اهو. حاطين طبعا البيضه وياكم عشان انا مبحبش البيض كتير فيه اهو. هنحطه كده ندوس عليها كده اهو، وادي حته البانيه. الله اكبر زي العسل. هنعمله بقى كله كده وهنحمره بقى، نوريكم ما يتحمر كده يا جماعه اهو. البانيه بيتحمر اهو، جاري خلاص اهو. مهديش مش مكترونه اهو ولا حاجه اهو، وبالصلاه على النبي يعني اخر حلاوه اهو. شايفين اللون؟ هنعمله بقى ونخلصه ونوريكم بعد كده. كده يا حبايبي الاكل خلص. صينيه البشاميل، الرز بالبشاميل والبانيه، واللهم صل على النبي. قد البانيه ولا عامل قشره خارجه ولا حاجه اهو، ومستوي وزي الفل من جوه، لحمه ابيض وجميل اهو، ولا له قشره شايله ولا اي حاجه. وديت صينيه البشاميل، وبألف هنا وشفا، والطريقه جميله وجربوها.